ماشيين مع فرنسا بحزم باش العلاقات طيبة تفيد دائما. علاقات طيبة. ولكن في فرنسا عندها دور في الساحل، والساحل هذا ملتهب، وأمن الجزائر والعمق الاستراتيجي الجزائري تقريبا مهدد. تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخرا بمناسبة قمة الساحل، مجموعة 5 ساحل، قال أنه تحصل على التأكيد من الجزائر بأنها سترسل قوات أو سترسل الجيش الجزائري إلى الساحل لقتال. ثقا باللي الجزائر ما ترسلش، ومجرد ما ينطق باللي الجزائر ترسل احنا ما نرسلوش، حتى لو كنا مضطرين نرسلو ما نرسلوش. لا، الحكم لكم. شفتوا في الجزء الأول تاع الفيديو يتكلم على العلاقات الجيدة مع فرنسا وأن نحاسب أموره. لكم الحكم بعد الأحداث الأخيرة. ثم لما سألوا الصحفي قال له باللي الرئيس الفرنسي قال باللي الجزائر عندنا من عندها تأكيد بأنها يمكن أن ترسل قواتها إلى الجنوب، إلى الساحل عفوا. وش قال له رئيس تبون؟ الدولة الجزائرية لن ترسل، ولو كان كنا رايحين نرسلوا كي قال باللي راح نرسلوا ما نرسلوش. هذا منطق دبلوماسي. هذا المنطق فيه خللين. الخلل الأول، أنت عندك ورقة إرسال القوات، عندك هذه الورقة حتى إن لم تكن عملية، فالدول الأخرى ترى بأنه ربما أنت ستستعملها، تروح تقول لهم لا أنا ما نستعملهاش، أنا مانيش راح نستعملها. ما هي الأوراق التي تبقى لك؟ وشفنا ما يحدث الآن في الساحل. كنا ننبه آنذاك في التصريحات بأنه يا ناس الرجل يكشف أوراق الجزائر. الشق الثاني، لما تقول أنت مادام قال الرئيس ماكرون أنا كرئيس جزائري ما نبعث، حتى ولا كنت راح نبعث، فأنت تعطي يعني ورقة أخرى لمن يتربص بك بأنك رئيس مزاجي انفعالي تاع غوستو، وبالتالي تحريك أهدافك أو تحريك خياراتك بما يخدم أهدافهم سهل، مجرد إزعاجك فقط. وهذا حدث مع فرنسا، حدث مع إسبانيا، الآن حدث مع المغرب، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. في القضية الفلسطينية نفس الشيء. عرفوا باللي في النهاية ما فيش أدوات يمكن أن تستعملها الجزائر، لا إغاثية ولا دبلوماسية ولا. فأنت كشفت الأوراق. لكم أن تقيسوا بين تصريحاته السنوات السابقة في الجانب الدبلوماسي وبين تصريحاته الأخيرة مع هذا الاشتعال اللي موجود في المنطقة، ومع ما حدث في زيارة ماكرون إلى المغرب، ومع قمع المواطنين داخل الجزائر ورفض أن يخرجوا ويعبروا عن آرائهم قضية الصحراء الغربية. لكن هو في الوقت اللي ماكرون في المغرب والقرارات والاتفاقيات التي حدثت هو كان غير الاتجاه تماما، وإلى اليوم ما فيش رد رسمي على المتغيرات الجديدة قضية الصحراء الغربية. فأنت عندك زوج قضايا في الدبلوماسية ثوابت في الدبلوماسية الجزائرية، القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. أنت ألغيت كل دعم شعبي وبدأت تلين في الكلام دبلوماسيا في خرجاتك، وحتى لما تقوم بخرجات ليست لديك مبادرات ولا أدوات ضغط، بل تتدحرج القضية الفلسطينية إلى ما بعد قضايا البتروكيمياء والطاقة والأمور الاقتصادية والمراكز الثقافية. لما تحطوا هذه المحصلة، أليس من حق الجزائر أن يتساءل؟ فلربما سياسة تبون هي التنازل التدريجي. ما يدرينا ما الذي يمكن أن يعني يقنعنا بالعكس. والصراحة في سكوت، في قمع كبير على المستوى الداخلي. لا الشعب يتكلم، لا الساسة يتكلموا، لا الإعلام مسكين هذا كل مرة الإعلام تزاقت عليه. وش راح نقول لكم؟ أن تجمعوا كل هذا وقولوا لنا هل الرئيس باش يعمل حلول على المستوى الدبلوماسي، أم ماشي يتنازل، أم ماشي يترك لنا قنابل موقوتة لسنا ندري متى تنفجر. محمد من الحراش، أهلا سي محمد. صح سي لطفي وشرات لطفي. صح اخويا محمد، ان شاء الله. جميع الشعب الجزائر. حنا نهضروا على الخريطه هذه، الخريطه بكري كانت وهميه ودرك ولات رسميه. كي راح ماكرون في البرنامج اللي خطاب في البرنامج تاع في المغرب مع محمد السادس، دوك ولات رسميه خلاص. هم ضربوا
ضربوا تبون صاحبه ماكرون ضربوا بكف، قال له خلاص انت ما تصلحش، المهم دوك خلاص ما يصلحش، دوك حنا تبون والحكومه تاعنا ماهمش ملاح كاع مع الدول. الرجال هذه بوليزاريو وهذه الصحراء الغربيه ودروك مليح حتى الدول غير يزعفوا يجيبوا سفير يزعفوا كي المراه هذيك اللي كيما واحد يكون مزوج بمراه كي تزعف تروح لدارهم هكذا. حنا تبون كي يزعف يجيب سفير من اسبانيا صح من فرنسا يجيبوا. حنا ما فهمناش السياسه تاعهم، ما عندناش دبلوماسيه في الخارج، دبلوماسيه فور. بس هادو كبار خلاص راحوا تملي فاح الحق 80 سنه يولي عقله صغير ما يوليش عقله كبير. ولا غير عمال صنع الغاز ولكن محمد داو 3 ولا 4 مليون في الحبس وي. هذا القرار تاع ماكرون اللي هضروا تما هو خاص بالمغرب، ولكن كاسكو سا فا شونجي في الجزائر يعني للشعب يعني وشي هو يعني شي احنا ماناش مضرارين ولا يعني معنا محمد؟ خسارة هو جبد على الموضوع. حبيت نفهم لأنه هضرة كبيرة على دياو قال ماكرون هي بس احنا كجزائريين يعني وشي اللي يتغير انه ماكرون يقول ولا ما يقولش؟ يعني لماذا السلطة تاعنا يعني داير عليها سما كما قال هو استدعاء السفير وراح تصرى وكذا والناس كل تحكي عليها؟ ما فهمش يعني هل القدرة الشرائية راح تزيد؟ هل الأسعار راح تنقص؟ هل العملة تاعنا راح تزيد؟ هل موضوع خارج يعني عن كل انشغالات الجزائريين؟ انا حسب ما شفت الله اعلم، ولو انه ان امر ما يهمنيش ثم دي هذا امر متعلق بدول اخرى، لكن احنا كجزائريين ماذا سيتغير انه يقول ماكرون ولا ما يقولش ماكرون؟ ما فهمتش. ابار لكن السلطه عندها امور اخرى ودوتر بروجي هذيك حاجه اخرى، لكن انا كانسان بسيط كمواطن بسيط نشوف باللي هذا ما غير لا في قضيه الطلبه تاع الطب، لا في قضيه القدره الشرائيه، لا قيمه الدينار، لا في البطاله، لا في الامور الاخرى. الله اعلم. ربما حبيت تجاوبني اخويا محمد بالك انت متمكن في هذا الموضوع، لكن ابارامون راح رابح خويا مسكيك اهلا سي رابح مرحبا بك. يا اخي شوف تشبون هذا في عمره تقريبا 80 سنه يا ودي يحشم على روحه وما يقدر الشعب الجزائري يمشي حسب العقليه تاعو على ما عاد يتمسخروا بينا. يقول لك يا خويا احنا روح زيد اخويا روح عند المغرب ما نزيد روح عندهم وقال لهم لا غالبا احنا نخدموا الاقتصاد. سبحان الله وبحمده. يا اخي احنا يا تبون يرحم والديك ما تبهدلش بالنظام الجزائري بالشعب الجزائري، خليونا يرحم والديكم. كيف الناس كي شافتك مع السيسي حبس تقلوبها يا اخي. كي شفناه احنا في القهوه نلقاوها مع السيسي ما نوصلش خلاص ما على بالناش، لكن تبون عند السيسي تلقيناه في اللاتيني هاو كنتو تقولوا نروح لفرنسا. هاي فرنسا بهدلتك راحت المغرب وقضيك انا مع الصحراء الغربيه وكانت تنورنا وجوهنا تبون وكانت تنور الوجه للشعب الجزائري. احنا ماذا بينا احنا نتفخروا برئيس تاعنا. انت قاعد يقودوا فيك نقولوا ربي يهديك والسلام عليكم وربي يعينكم وربي يخرج لنا المعتقلين تاع التسعينات وتاع الحراك وربي يجيب الخير. شكرا لك خويا رابح على الراي تاعك بارك الله فيك. نهضروا على ماكرون اللي راح محمد السيس المغرب الصحراء ولاد مغربيه، ونهضروا على تبون راح لمصر اللي غنينا دائما فلسطين العالم ولا مظلومه ما جبدهاش فلسطين. قال لك لازم نتبعوا قرار تاع الامم المتحده تاع 67 المغرب الصحراء الغربيه. دوكا ماكرون ضربهم في زوج كي شنقريحه كي يتبون شنقريحه لبسوا له كاسك تاع فرنسا داروا على اساس المغربيه وخلاص فتحوا يستقلوا يروحوا. هذه بلادنا ويخلوها، خلوا الرجال كاين رجال كاين شباب كاين طلبه، خلوا شباب هما اللي يخدموا بلادو. واحد الشيوخ خلاص ما يعرفوش قبضتهم الزهايمر ولا غير يخلطوا برك. ولينا ضحوكه في العالم، ضحوكه في العالم يضحكوا علينا. تونس تضحك علينا، مصر يضحكوا علينا، الصحافه يضحكوا علينا. تبون شنقريحه ردها للارض واحنا ما نحبوش هذو المسؤولين باش يطيحوا لنا قيمتنا. حنا كي خرجنا في 2019 كنا حوقاع ما يكونش تبون ما يكونش شنقريحه. سرقوا لنا الثوره سرقوها في 92. ما انا نفضلهم يخرجوا البلاد يروحوا، ما نفضلهم. احنا رانا قبل ما يكونوا مشاكل ما دام طيحوا لنا قيمتنا في البلاد يروحوا خلاص ما عندناش قيمه في الدول. صاي هذه بلادنا حرين فيها احنا. شكرا لك خويا محمد. سي عثمان اهلا سي عثمان مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام الزول. لاباس لطفي؟
لاباس الحمد لله. مرحبا. الحمد لله. انا في باغي نصح الوقت، حنا كنا ما نبغوش الفتنه، كنا نقولوا للجماعه هذوك تاع لازم نقطعوا العلاقات مع المغرب، كنا نقولوا لهم المغرب خاوتنا، كانوا يقولوا عيب خوك يكون مطبع. ولا تبون راح دار اجتماع مع فرنسا والطليان وكاع، قلنا لهم يا اخي قلنا لهم علاه دروك الاخر، قال لك هذوك راهم في اوروبا واش دخلنا، قال لك المغرب مسلمين وعرب ما لازمش يطبعوا. ولا جاب لنا تقول الهند لهنا كاع، معليش شدوا في هذيك ثاني، قال لك الهند واش دخلنا فيها، ماشي عرب ماشي مسلمين. دروك يا اخي راح لمصر يا اخي هذو عرب ومسلمين، ولاو يقول لك الله قال لك قطعنا العلاقات مع المغرب باسكو جايين في الحدود. ما مصر دروك هذيك تاع عرب ومسلمين عيب يطبعوا خيانه، خلاص هذيك بدلوها كي راح عند مصر وهذو تاع عمان. دروك قال لك قطع العلاقات مع المغرب باسكو جايين في الحدود تاعنا، يجي نهار تونس ثاني تطبع يحوسوا على السبه واش يلقاو، بالك يقول لك باسكو تونس ما يباتوش معنا هنا، يقول لك قطعنا العلاقات مع المغرب ما فهمتش واش فيها عليها، يجي نهار ويطبع تونس ويلقاو سبه. الله يعاونكم. شكرا لك السي عثمان. نعم يعني مصر معروفة، ولكن بالنسبة للجزائر عادي يعني تتعامل معها نورمال، ما فهمناش كما قال السي عثمان، وعلى مع ناس يعني تطبق المبدأ هذا ومع ناس لا. شكرا لك.